في العصور الوسطى ست قررت تواجه حاكم ظالم، مش بس بالكلام لكن بجسمها نفسه. احنا في انجلترا القرن ال11 وتحديدا في مدينة كوفنتري. المدينة كانت تحت حكم امير قوي اسمه ليوفريك. الضرايب كانت خانقة والشعب عايش في فقر وضغط رهيب. وسط القسوة دي ظهرت زوجته ليدي جوديفا، ست مختلفة حست بمعاناة الناس وقررت تواجه جوزها وتطلب منه يخفف الضرايب. في الأول رفض، لكن مع الإلحاح وافق، بس بشرط أقرب للمستحيل. قال لها لو عايزة أعفي الناس من الضرايب امشي عريانة في شوارع المدينة. كان متأكد إنها مستحيل تقبل وإن الطلب ده مجرد إذلال، لكن اللي حصل قلب كل التوقعات. ليدي جوديفا وافقت، وفي يوم محدد ركبت حصانها ومشيت في شوارع كوفنتري بدون ملابس. بس المفاجأة مش هنا، المفاجأة كانت في رد فعل الناس. أهالي المدينة لما عرفوا اللي هيحصل قفلوا بيوتهم ونزلوا الستاير ورفضوا يبصوا احتراما لست ضحت بكرامتها عشانهم. القصة دي اتحولت بعد قرون لرمز، وفي سنة 1898 رسم الفنان جون كلير لوحة خلدت اللحظة دي. اللوحة بتظهرها رأسها مائل من الخجل، شعرها مغطي جسمها، وركوبها للحصان في صمت مهيب. لكن هل القصة دي حصلت فعلا؟ المصادر التاريخية بتقول ان القصة ظهرت بعد الأحداث بحوالي 200 سنة، يعني ممكن تكون قصة حقيقية اتحورت أو أسطورة اتصنعت عشان تمجدها. لكن الثابت تاريخيا ان ليوفريك وزوجته كانوا فعلا معروفين بأعمال خير كتير. سواء القصة حقيقية أو لا، الفكرة اللي وراها أقوى، إن في ناس ممكن تضحي بكل حاجة عشان غيرها يعيش. ليدي جوديفا بقت رمز مش بس للجمال لكن لجرأة نادرة وقدرة على كسر السلطة بطريقة محدش يتوقعها. وفي عالم مليان قوة وسيوف اختارت سلاح تاني خالص، سلاح خلى التاريخ نفسه يقف يبصلها.